يسعد أوقاتكم حبايبي من وين ما كنتوا تتابعوني. أشكر كل المشتركين والمشتركين الجدد اللي يشاركوا بقناتي مطبخ مريم الأكلات الصحية. اليوم راح يكون فيديو مالتنا طريقة تغليف الكيك بالجناج. إذا حبيتوا الفيديو سووا ليك وشير، وإذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا، فعلوا الجرس حتى توصلكم كل إشعارات وفيديوهات جديدة. راح نروح على طريقة العمل والمقادير. 600 غرام من الشوكولاتة الداكنة من هاي النوعية موجودة بالريفة. 200 غرام من الكريمة الخفق السائلة أو 3/4 الكوب. هنا استعملت قالب الكيكة الحجم الكبير القياس 24. هسه طلعت الكيكة من الفرن، راح أقلبها وراح أتركها تبرد وبعدين أقصها. ما راح أقصها هسه. الكيكة اللي حتشوفوا لونها برتقالية سويتها بعصير البرتقال وبقشر البرتقال، كلش لي طعم طيب. شوفوا بنات، مثل ما قلنا قياس الكيكة القالب 24. راح أبدي أبرش الشوكولاتة بمحضرة الطعام ببراشة كهربائية. تقدرون تبرشوها ببراشة يدوية أو تقصوها بالسكين، بس راح تاخذ هواي وقت من عندكم. إذا عندكم متوفرة مثل هاي الماكينة أو مكان ثانية يكون لكم أسهل وأسرع. راح أبرشها كلها وأخلصها وأرجع لكم. هاي بنات ورا ما برشتها 600 غرام من الشوكولاتة أو 3 قوالب شوكولاتة. عندي هاي جدرية كهربائية راح أحط بيها ماي مغلي حتى أذوب بيها الشوكولاتة على أسرع درجة الحرارة، هي بدرجتين بيها 1 و2. هسه أنا حطيت الماعون، راح أبدأ أفرغ الشوكولاتة كلها بهاي الطريقة أسهل وأسرع. شوفوا بنات بدأت تذوب بسرعة لأن برشتها ناعمة، ما راح تاخذ هواي وقت من عندي. هنا قربتها قدام الكاميرا وهسه أشوفكم الماي. شوف شلون دا يغلي الماي. راح استمر أقلب بيها حتى كلها تذوب ولا قطعة ما تبقى. الشوكولاتة كلها ذابت بحيث صارت مثل الكريمة. أنا أريد أوصلها لهذا القوام حتى بعدين أبدي أضيف عليها الكريمة. راح أضيف 3/4 من الكوب من الكريمة أو 200 غرام من الكريمة. كل 600 غرام من الشوكولاتة تاخذ 200 غرام من الكريمة. كل 200 غرام من الشوكولاتة نحط عليها 65 غرام من الكريمة. راح أخذها من الحرارة. راح أبدي بعد أخفق بيها بهاي الطريقة، أظل أخفق بيها حد ما أحصل على كريمة الشوكولاتة. هنا بعد بنات راح استمر اخفق بيها حد ما تصير كلها التكتلات تروح وتصير قوامها كريمي، حتى من اضيفها على الكيكة حتى تنطيني الشكل كلش مرتب ومضبوط على الكيكة. راح ابدأ اقص الكيكة، راح احط على رقم 3 واقص الكيكة بهاي الطريقة. كلش حلو ومرتبة تيجي الكيكة مستوى واحد. هذا راح اخليه على صفحة وابدي اقص هاي القطعة الثانية. هم راح اقصها من فوق، ما راح اشوفكم اياه حتى لا يطول الفيديو بنفس الطريقة الاولى. نسقي الكيكة بالحليب في الكيكة قبل ما نحشيها حتى من ندخلها بالفريزر مدة 3 ساعات 4 حتى تصير ناشفة تبقى طرية. هنا راح احط الحشوة مالتها من هاي الشوكولاتة الداكنة اول طابق، والباقي راح احط عليه نوتيلا لان اولادي يحبون حشوة مال الكيكة تكون بيها نوتيلا، فراح احط الطوابق الثانية نوتيلا. هاي بنات هنا حطيت نوتيلا.
بنات ضروري نحط الكيكة بالمجمدة فترة 4 ساعات قبل ما نبدأ نغلف الكيكة بالجناج، حتى نحصل على جناج شوكولاتة كلش حلو ومرتب. لازم تكون كيكة شوية جامدة حتى منحط عليها الشوكولاتة بدرجة حرارة المطبخ رأسا تتماسك مثل هذا الشكل. ضروري كلش هاي الفقرة. إذا هالفقرة ما سويتيها ما جمدتيها الكيكة راح تكون كيكة دافية والشوكولاتة هم دافية بدرجة حرارة المطبخ، ما راح نحصل على قالب الكيكة مغطى بالشوكولاتة بالصورة الصحيحة. بينا تشوفوا لين كيكة جامدة شلون قاعد الشوكولاتة قبل تتماسك، ما راح تتعبك، تصير شغلة كل سهلة وسريعة، يعني ما دا تعبيها رأسا تحطيها وتنظفين الكيكة من الزوايد. هنا نشيل الشوكولاتة الزايدة بهذه الأداة وننظفها زين من الشوكولاتة ونرجع مرة ثانية نشيل الشوكولاتة الزايد. شو بهاي الطريقة بنات من ثخانتها 2 مليم، ما أخلي هواي شوكولاتة ثخينة. وهسه بهاي الأداة راح كلها شيل الزايد، هاي الأداة هيك تلزميها بالصورة عدلة حتى تشيلين الزوايد كلها مع الشوكولاتة. إذا شفنا كيكة بها حفر نرجع ونضيف عليها جناج. شوفي كل مكان بيها حفر نضيف عليها جناج، لازم نريد هالكيكة تكون كلها بمستوى واحد. ونرجع بهاي الأداة نعدلها كل الزوايد ناخذه. شوف بنات كل الزوايد ناخذه يصير كله قطعة واحدة. راح أشيل كل الشوكولاتة الزايدة من الفوق. شوفوا يعني تقريبا وصلنا على شكلها النهائي. شوف شكلها صار كلش حلو. هاي آخر مرة هسه كل الشوكولاتة الزايدة هاي أحطها بهذا الشكل مستقيمة عدلة من التحت لفوق، وأبدي هيجي أسحب قد ما أقدر أشد إيدي بالقوة حتى أشيل كل الشوكولاتة الزايدة حتى تصير كلها بمستوى واحد. شوفوا بنات شكلها كلش حلو، كلها بمستوى واحد ماكو مكان مرتفع أو مكان نازل. هذا شكلها المطلوب. هسه أقدر أغلف أني الكيكة بعجينة السكر. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، عندي فيديو كامل عن طريقة تغليف كيكة بعجينة السكر.